اللي في الصورة ده أنس، طفل عمره 8 سنين، جاره دفنه حي في أوضة الطيور وهو حاضن المصحف. والغريب إن والدة أنس ما كانتش متفاجئة بموته. جرائم كتير من النوع ده اللي خلاص اعتدنا عليها، وخصوصا في الوقت الحالي، لكن الجريمة دي بالذات هتشوف أم وأب حقيقي مثال للرضا بقضاء الله وأمره، وقد إيه هم صابرين وحامدين ربهم على الابتلاء، وإنهم محتسبين ابنهم الوحيد شهيد عند ربه. القصة بتبتدي من يوم الجريمة الصبح، لكن قبل ما نبتدي تعالوا معايا نعرف حياة الطفل أنس وعيلته كانت عاملة إزاي قبل يوم الجريمة. أنس طفل عنده 8 سنين من قرية تابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، بيعيش مع والده ووالدته وجده وإخواته البنات. أنس من صغره هو ابن موت، نابغ وشاطر جدا وحافظ لكتاب الله، وكمان متفوق على زمايله كلهم في المدرسة. يعني عمره 8 سنين لكن عقله كان أكبر من كده بكتير، لدرجة إنه كان مسؤول عن إخواته البنات اللي أصغر منه، وكان بيخاف عليهم جدا وكأنه شاب عنده 20 سنة. عيلة أنس عيلة محترمة جدا وسيرتها طيبة، ويشهد على كده أهل القرية كلهم، ده غير إنهم مقتدرين ماديا وميسورين الحال. أنس وهو عمره 4 سنين والدته كانت شايفة إنه سابق سنه، وإنه مش طفل عادي كل ميوله إنه يلعب ويتنطط زي أي طفل في سنه. لكن أنس في الوقت ده وهو عمره 4 سنين كان كل ميوله إنه يروح المكتب اللي عندهم في القرية كل يوم علشان يحفظ القرآن، ده غير إنه كان حريص جدا على الحفظ بشكل يومي. والدة أنس كانت خايفة عليه جدا من كتر ما كانت شايفة إن اللي فيه أنس ده مش طبيعي على سنه. وفي يوم والدة أنس بتشوف في الرؤية إن أنس هيموت شهيد، وساعتها والدة أنس بتقوم من النوم وقلبها مقبوض، لكنها حست وتأكدت إن دي رؤية من ربنا. وتمر الأيام وأنس يكبر ويصبح عمره 8 سنين. أنس كان متعود يروح المكتب اللي بيحفظ فيه قرآن الساعة 8 الصبح كل يوم هو واخواته البنات، ولما يخلصوا المكتب أنس واخواته البنات بيرجعوا البيت مع بعض، وده لأن أنس كان مسؤول عن اخواته البنات بره البيت مسؤولية كاملة. لحد ما جه يوم الجريمة الصبح، أنس على غير العادة بتروح عليه نومة، ويصحى من النوم هو واخواته البنات ويلاقوا إن الساعة جت 11، وساعتها أنس بيصمم إنه يروح المكتب على الرغم إنه متأخر. وعلشان ما يتأخرش أكتر على المكتب والدته بتقول له يروح هو واخواته البنات هيلحقوه لما يغيروا هدومهم ويسرحوا شعرهم. ودي كانت أول مرة أنس يروح المكتب لوحده من غير إخواته البنات. في الوقت ده كانت الساعة 11:03 تقريبا، وبعدها بربع ساعة إخوات أنس البنات بيروحوا المكتب، لكنهم بيتفاجئوا لما وصلوا إن أنس مش موجود في المكتب. والغريب انهم لما سألوا على أنس عرفوا انه ما جاش في اليوم ده. اخوات أنس الاتنين بيروحوا البيت تاني علشان يسألوا والدتهم عن أنس، ويقولوا لها ان أنس ما راحش المكتب وانه مش موجود هناك. ولان أنس كان متعود انه يروح المسجد بعد ما يخلص المكتب مباشرة، والدة أنس بتروح تسأل عليه في المسجد، ولكنها بتتفاجئ انه مش موجود هناك. والدة أنس بتدور عليه في كل مكان في القرية، وساعتها اهل القرية بيتلموا ويدوروا على أنس، لكنهم ما لقيوش ليه اثر. وبعد مرور 4 ساعات على اختفاء أنس، تليفون يجي لجد أنس ويقول له ان أنس موجود معاه ويطلب منه فدية 2 مليون جنيه، ويطلب منه كمان انه ما يبلغش الشرطة، وده علشان يقدر انه يشوف أنس تاني. ويعدي ساعتين كمان، لكن في الساعتين دول الرقم ده بيتصل اكتر من مرة ويطلب منهم انهم يجهزوا الفلوس باسرع وقت، وانه ممكن ياخد اي مبلغ موجود معاهم. في الوقت ده جد أنس يبلغ الشرطة اللي جت بسرعة، وكان اول خيط يمسكوا فيه هو الرقم اللي رن على جد أنس. وبالفعل رجال الامن بتتبع الرقم ده، وهنا المفاجأة، الرقم ده موجود في نفس القرية، مكانه قريب جدا من بيت أنس. ومع تتبع الرقم والكشف عليه رجال الشرطة بيعرفوا انه مسجل باسم صاحب السوبر ماركت اللي ساكن جنب بيت أنس، وبالفعل يتم التحقيق مع صاحب السوبر ماركت. وساعتها بيكتشفوا ان الخط ده اخدوا واحد جارهم وساكن معاهم في نفس الشارع، اسمه يحيى سواق توك توك، عنده 37 سنة ومعاه 3 بنات، عايش لوحده، وده بسبب الخلافات الأسرية، وانه زوجته اخدت البنات وسابت له البيت. يحيى سواق التوك توك هدد صاحب الخط بانه هيخلص على ابنه لو حكى لحد على اي حاجة، وبالفعل يتم ضبط يحيى سواق التوك توك والقبض عليه. ومع الضغط يحيى بيعترف بالجريمة. في الوقت ده والد أنس وجده بيتصدموا، وده لأن يحيى ده كان آخر شخص ممكن إنهم يشكوا فيه أو يتهموه، وده بسبب إنهم كانوا بيعطفوا عليه وبيقدموا له الخير وبيساعدوه. ده غير إن جد أنس كان بيقف جنب المجرم يحيى في مشاكله العائلية، وإن المجرم ده ما كانش بيلاقي حد يقف جنبه في ضيقته غير جد أنس اللي كان طول الوقت وهو فاتح بيته ليه ولعيلته. وكانت النتيجة إنه يقتل ابنهم الوحيد من غير شفقة ولا رحمة. صحيح اتقي شر من أحسنت إليه. وبحسب كلام أهل أنس إن يحيى وهو بيدور على أنس مع أهالي القرية كان شايل سكينة في ايده، وده لانه كان واخد عهد على نفسه قدام والد أنس وجده ان البيت اللي هيلاقي فيه أنس هيذبح صاحبه ويروح فيها. في الوقت ده يحيى ما كانش متوقع ان رجال الامن يقبضوا عليه بعد مرور 24 ساعة من جريمته البشعة.
يحيى بيقول لرجال المباحث إنه مخطط للجريمة دي قبلها بفترة، ولكنه مستني الوقت المناسب اللي يكون فيه أنس لوحده من غير إخواته البنات، وإن سبب خطفه لأنس إنه عايز ياخد فدية كبيرة من أهل أنس علشان تساعده إنه يبني بيته، وخصوصا إنه عارف إن أهل أنس ميسورين الحال وإنهم هيدفعوا أي مبلغ هيطلبوا منهم. تفاصيل موت أنس هتصدمك وإنت بتسمعها. يحيى بيحكي لرجال الأمن إن يوم الجريمة استغل إن أنس خارج لوحده ومن غير إخواته البنات. في الوقت ده يحيى وهو واقف في شباك بيته يرمي 50 جنيه على الأرض وينتظر أنس يعدي، وساعتها بينادي عليه بحجة إن ال50 جنيه وقعت منه، ويطلب من أنس إنه يجيب ال50 جنيه، ويطلب كمان من أنس إنه يدخل البيت بحجة إن رجله وجعاه وإنه مش قادر يتحرك. أنس بيعمل كده وبالفعل ياخد ال50 جنيه ويدخل البيت، لكن أنس بيتفاجئ بيحيى بيكتم نفسه ويدخله أوضة الطيور اللي في آخر البيت ويربط إيديه الاتنين ورجليه الاتنين بالحبل وهو حاضن المصحف. يحيى ساعتها ارتبك جدا وخاف إن أنس يصرخ وإن الجيران تسمع صوته، علشان كده قرر إنه يخلص عليه. وبكل قسوة وجبروت يحيى بيجيب حبل ويخنق أنس بكل قوة ويخبطه على راسه خبطة قوية جدا، لكن أنس في الوقت ده كان لسه فيه الروح. وبعدها يحيى يحفر حفرة كبيرة في أوضة الطيور ويدفن أنس فيها وهو حي. يحيى بعد ما خلص واتأكد إن كل حاجة مشيت زي ما خطط بيطلع مع أهل القرية علشان يساعدهم في البحث عن أنس، صحيح يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وبحضور رجال الأمن بيخرجوا جثة أنس بعد مرور 24 ساعة، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية بيتم دفن أنس. أهالي القرية هم راجعين من المقابر بعد ما دفنوا أنس كانوا غضبانين جدا من اللي حصل، وان اللي حصل مع أنس كان ممكن يحصل مع اي طفل من القرية. علشان كده اهالي القرية كلهم بيتلموا ايد واحدة ويهدوا بيت المجرم يحيى ويجيبوه الارض. وكتخفيف للصدمة عن أسرة أنس، الإدارة التعليمية في المركز بتسمي المدرسة اللي في القرية باسم أنس، وبعدها بيتم الحكم بالإعدام على يحيى. بشكرك جدا لو وصلت معايا للوقت ده، وفي النهاية لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها، وتدعموني بمشاركة ولايك علشان أقدر أستمر في تقديم قضايا تانية. أترككم في رعاية الله وأمنه.